السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث ثانوي. أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة دي تاني حصة في الإحصاء، هناخد فيها الباب التاني وهو الاحتمال الشرطي. بس عشان ناخد الاحتمال الشرطي عايزين نفتكر شوية قوانين خدناها السنين اللي فاتت، وهي قوانين الاحتمالات. طيب، كان عندنا أول قانون واللي لازم كلنا نبقى عارفينه، هو احتمال حدث ما. احتمال أي حدث، احتمال الحدث وليكن ألف، هيساوي ايه؟ هيساوي عدد عناصر الحدث، عدد عناصر الحدث على عدد عناصر فضاء العينة كله، عدد عناصر فضاء العينة. يبقى احتمال حدث ما هو بيساوي عدد عناصر الحدث على عدد عناصر الفضاء العينة كله. طيب تعالوا بقى نرجع للقوانين بتاعتنا. لو عندنا حدثان غير متنافيان، يعني ايه غير متنافيان؟ يعني متقاطعان، ألف تقاطع ب، يبقى عندي فيه تقاطع. طيب بيقول لي هنا لما يكون عندي احتمال ألف اتحاد ب، احتمال ألف اتحاد ب. طب ما أنا عندي اتحاد، يعني ألف دي كلها زائد ب دي كلها، صح؟ أيوة مستر صح. يبقى لام اتحاد ب، لام ألف كلها زائد لام ب كلها. ماشي، بس خلي بالك احنا لما خدنا ألف دي كلها، لما خدنا ألف دي كلها وبعد كده خدنا ب دي كلها، احنا خدنا الحتة ديت مرتين، خدنا الحتة دي مرتين، فعايزين نطرحها مرة. يبقى كده ناقص، بس الحتة دي ايه اسمها؟ ايه الحتة دي؟ تقاطع، فهيبقى لام ألف تقاطع ب. عشان كده يبقى احنا مفيش حاجة عندنا متكررة. يبقى تاني الاتحاد ألف زائد احتمال ب ناقص التقاطع. طيب يبقى كده التقاطع بيساوي ايه؟ انا عندي بقى هجيب هنا التقاطع الناحية التانية بعكس الإشارة، واجيب الاحتمال هنا بعكس الإشارة، فيبقى عندي لام ألف زائد لام ب ناقص لام ألف اتحاد ب. تمام، يبقى ده كده التقاطع والاتحاد. طيب عندي ألف لام ألف شرطة. ايه لام ألف شرطة؟ شرطة دي يعني المكملة، شرطة يعني المكملة. يعني أنا عندي ألف دي هي المكملة بتاعتها الحتة اللي حواليها كلها، الحتة اللي حواليها كلها. طب ما احنا عندنا فضاء العينة احنا عارفين ان هو بواحد، يبقى واحد ناقص لام ألف، واحد ناقص لام ألف هيساوي القانون التاني. بيقول لي لام ألف تقاطع لام به المكملة، به المكملة. طيب احنا عندنا القانون ده هيساوي ايه؟ عندي هنا الب فوقيها شرطة، يبقى هنخلي لام ألف ناقص ب. عندي الب هي اللي فيها شرطة، يبقى بعد الناقص ب اللي فيها شرطة يبقى بعد الناقص. طب خلي بالك لام يعني الحاجات اللي موجودة في ألف مش موجودة في ب، الحاجات اللي موجودة في ألف في الحتة دي الخضرة دي بس مش موجودة في ب. يبقى كده هيساوي ايه؟ هيساوي لام ألف، صح؟ أيوة مستر صح. بس احنا لام ألف دي يعني معناها كلها، احنا عايزين نشيل الحتة دي منها، يبقى كده دوت ناقص التقاطع، ناقص التقاطع. تمام تمام. طب انا عندي هنا لام الف شرطة، يبقى الشرطة دي الف شرطة، يبقى هنحط الالف فين؟ بعد الناقص، يبقى ب ناقص الف هيساوي ايه بقى؟ لام ب جدع ناقص التقاطع. شاطر، الحاجات اللي موجودة في ب مش موجودة في الف، جدع. طيب عندنا هنا لام ألف شرطة تقاطع ب شرطة. خلي بالك خدنا القوانين دي قبل كده، كانوا قانونين اسمهم قوانين دي مورجان. قوانين ايه؟ دي مورجان. كان عندي احنا عندنا هنا دوت تقاطع فهنخليه اتحاد، هنخليه اتحاد. وخلي بالك الشرطة عندي هنا شرطتين، هنخليهم شرطة واحدة بس على القوس
من بره. طيب لو كانت عندي لام ألف شرطة اتحاد ب شرطة هيساوي، احنا قلنا نعمل ايه؟ الاتحاد هنخليها تقاطع، يبقى لام ألف تقاطع ب، والشرطة هنخليها مرة واحدة بس فوق الايه؟ القوس. تمام تمام. وخلي بالك احنا قلنا كلمة في أول الحصة، وهي الحدثان المتنافيان وغير المتنافيان. احنا قلنا الحدثان اللي عندنا دولت ايه؟ غير متنافيان، يعني عندنا فيه تقاطع. طيب الأحداث المتنافية بقى، الأحداث المتنافية اللي ما يكونش فيه تقاطع، يعني في حدث بعيد عن حدث، ودوت ساعتها التقاطع هيكون بيساوي صفر. يبقى الاحتمال، احتمال التقاطع يساوي ايه؟ صفر. طيب تعالوا كده ناخد بقى الايه؟ الاحتمال الشرطي، اللي هو اساسا موضوع الايه اللي هو عندكم اساسا السنة دي، احتمال الشرطي. طب ايه يا مستر الاحتمال الشرطي؟ من اسمه احتمال شرطي، يعني احتمال حدث بيقع بشرط حدوث حدث تاني. زي ايه؟ زي لما يجي يقولك بابا والله انت هتنجح وتجيب مجموع حلو، هجيب لك موبايل. يبقى كده هجيب لك موبايل امتى؟ بشرط ان انت تجيب مجموع عالي. يبقى كده دوت ايه؟ هجيب لك الموبايل بشرط، يبقى ده كده احتمال شرطي. احتمال شرطي، والله جبت مجموع كويس يبقى كده هجيب لك الموبايل، يبقى ده كده اسمه احتمال شرطي. يبقى يقصد بالاحتمال الشرطي وقوع حدث ألف بشرط وقوع الحدث ب، بشرط وقوع الحدث ب. طيب والرمز بتاعه بيبقى لام ألف شرطة ب، الشرطة بتبقى ايه في النص كده ما بينهم، لام ألف شرطة ب. طب ايه يا مستر القانون بتاعه؟ القانون بيكون التقاطع على التاني. احفظ على طول، التقاطع على التاني. يبقى تاني لام ألف شرطة ب أو لام ألف بشرط ب، يبقى احتمال التقاطع على احتمال الب، احتمال التقاطع على احتمال التاني بقى اللي هو هنا عندي ب. طيب الخواص بيقول لي احتمال الشرطي بيبقى محصور ما بين الصفر والواحد. طب ما دي حاجة طبيعية، انا عندي وانا عارف من قبل كده ان اي احتمال لام الف وليكن محصور ما بين الصفر والواحد، احتمال محصور ما بين الصفر والواحد. لو كان ساوى صفر يبقى ده احتمال اسمه احتمال مستحيل. احتمال ايه؟ مستحيل. طب لو كان ساوى الواحد يبقى احتمال حدث مؤكد. تمام تمام. طيب لو هنا بقى بيقول لي لام ألف شرطة بشرط ب، يبقى بيساوي ايه؟ بيساوي واحد ناقص احتمال ألف بشرط ب. تمام. طيب وعندي خلي بالك احتمال ألف بشرط ب لا يساوي احتمال ب بشرط ألف. تمام تمام. وعندي التقاطع، والله عملت الطرفين في وسطين، بقى التقاطع عندي بيساوي احتمال ألف بشرط ب في احتمال الب. صعب الكلام ده يا مستر؟ صعب، مفيش حاجة صعب. انت حفظت القوانين هتعرف تحل اي مسألة. طب تعالوا نحل المسألة اللي عندي دي ونشوف هتيجي ازاي. هنا بيقول لي اذا كان ألف وب حدثان من فضاء عينة عشوائية، بحيث كان لام ألف ب7/10 ولام ب ب6/10 ولام التقاطع ب4/10، اوجد لام الاتحاد. مستر قال لي لام الاتحاد يعني لام ألف زائد لام ب ناقص التقاطع. لما قال لي انا جمعت مرتين التقاطع يبقى هطرحها مرة، يبقى لام ألف زائد احتمال لام ب ناقص التقاطع. طب لام ألف عندي بكام؟ ب7/10 زائد كام؟ 6/10 ناقص التقاطع 4/10. الكلام ده كله هيساوي 9/10. تمام تمام. رقم اتنين المكملة. المكملة لام ألف مكملة هتساوي ايه يا مستر؟ واحد ناقص لام ألف، الحاجات اللي كلها اللي حوالين ألف. طيب هيساوي كام؟ واحد ناقص 7/10 اللي هي هتساوي 3/10. رقم 3 لام ألف شرطة تقاطع لام ب شرطة.
طيب يبقى عندي احنا قلنا ادي الف شرطة تقاطع ب شرطة هيساوي، احنا قلنا الف عليها شرطة والب عليها شرطة، يبقى هخلي الاتحاد تقاطع او التقاطع اتحاد، وبعد كده الشرطين هحطهم شرطة واحدة بره. طيب ما كده لام الف اتحاد ب، يبقى دي كده المكملة بتاعت الاتحاد كلها، يبقى واحد ناقص لام اتحاد الف اتحاد ب. طيب واحد ناقص كام بقى؟ هنا عندي جبت الاتحاد عندي فوق بتسعة من عشرة، يبقى واحد ناقص تسعة من عشرة اللي هتساوي واحد من عشرة. رقم أربعة بيقول لي لام ألف بشرط ب هتساوي ايه؟ التقاطع اللي هو لام ألف تقاطع ب على لام ب هيساوي التقاطع، احنا عندنا بأربعة من عشرة على ب بتساوي ستة من عشرة، هتساوي تسعة سبعة وستين من مية. رقم خمسة بيقول لي بقى هنا احتمال ب بشرط ألف هتساوي التقاطع على التاني اللي هو ألف، هتساوي أربعة من عشرة على سبعة من عشرة هتساوي خمسمية واحد وسبعين من ألف. صعب الكلام؟ لأ مستر، قوانين بحفظها وأعوض فيها. شكرا. طيب تعالى لو قال لي قولك يا حجر نرد، هنا بقى انا اللي هجيب الايه فضاء العينة. حجر نرد يبقى كده عندي فضاء العينة من واحد لستة، يبقى عندي فضاء العينة الف بتساوي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، يبقى ده كده عندي فضاء العينة من واحد لستة. طيب بيقول لي هنا احسب احتمال ظهور العدد اتنين. احتمال ظهور العدد اتنين، يبقى ده كده احتمال الألف، يبقى احتمال الألف اللي هي لام ألف بتساوي ظهور العدد اتنين، يعني عندي اتنين، يبقى كده ألف بتساوي اتنين بس، يبقى كده هتساوي اتنين اللي هو عنصر واحد على الستة، يبقى واحد على الستة. علما بأن دي من الكلمات الدالة على الايه الاحتمال الشرطي، الكلمات الدالة على الاحتمال الشرطي. طب عندي كلام تاني، عندي كلام تاني، عندي ممكن يقول لي اذا كان، ممكن يقول لي بشرط، او اذا علم ان، او علما بأن. يبقى لما يجيب لي بشرط دي سهلة، انا عارف ان ده احتمال شرطي على طول. لو قال لي علما بأن، او اذا كان، او اذا علم ان، يبقى ده كده احتمال شرطي، يبقى اللي بعد الكلمة دي على طول هو اللي بيجي بعد كده اللي هو ب. طيب احنا جبنا اللام الف، عايزين نجيب اللام ب. طب ما انا عندي الب بكام؟ الب عندي عدد الظاهر زوجي يبقى اتنين أربعة ستة، اتنين أربعة ستة، يبقى كده لام ب بتساوي تلاتة على الستة اللي هي هتساوي نص، يبقى كده لام ألف بشرط ب هتساوي ايه بقى؟ هتساوي التقاطع على التاني اللي هو ب. طب انا عندي ب بس ما عنديش التقاطع، ما التقاطع احنا هنجيبه اهي، اللي مشترك الاتنين والاتنين، يبقى ده كده عنصر واحد، يبقى لام ألف تقاطع ب هيساوي عنصر واحد اللي هو واحد على فضاء العينة اللي هو ستة، يبقى هيساوي واحد على ستة على واحد على اتنين اللي هو هيساوي تلت اسف. طيب بعد كده بيقول لي علما بأن العدد الظاهر فردي، يبقى لام جيم هتساوي برضو تلاتة على الستة اللي هي هتساوي نص. طب جيم بتساوي كام؟ بتساوي الفردي اللي هو واحد تلاتة خمسة. طيب تعالى بقى نجيب ايه شرط. طب ما خلي بالك هو هنا لام ألف بشرط جيم هيساوي التقاطع عندي انا هنا ما عنديش فيه تقاطع، ده حدثان ايه متنافيان، يبقى عندي صفر على نص اللي هو هيساوي صفر، يبقى دوت حدث اسمه حدث مستحيل. تمام. طيب في حاجة صعبة؟ مفيش.
طيب عندي بعد كده في حاجة اسمها الأحداث المستقلة. الأحداث المستقلة، يعني عندي حدث ألف وحدث ب، يقال عليهم حدثان مستقلان. الأحداث المستقلة، ها، عشان نعرفها يبقى لام التقاطع يساوي الضرب. التقاطع يساوي الضرب، يبقى لام ألف تقاطع ب يساوي لام ألف في لام ب. زي المثال اللي عندي التقاطع عندي ب7/10. عشان اعرف ان دولت مستقلين او لأ لازم اضرب اللام ألف في اللام ب، يبقى لام ألف في لام ب هيساوي 5/10 في 4/10، هتساوي هنا 2/10. طيب التقاطع عندي، اسف، انا عندي هنا دوت هو مديهاني اتحاد مش تقاطع، يبقى ده اتحاد. عشان اجيب التقاطع يبقى لام ألف تقاطع ب هيساوي لام ألف زائد لام ب ناقص لام ألف اتحاد ب، اللي هي هتساوي 5/10 زائد 4/10 ناقص 7/10، اللي هي هتطلع 2/10. إذن ألف ب حدثان مستقلان. إن شاء الله أنا عايزك تذاكر الحصة دي كويس جدا، وإن شاء الله هنشرح الباب التالت والرابع، وبعد كده نعمل حصة مراجعة ونحل فيها امتحان شامل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.